ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابه اول حاجه اعتذر ان انا ما نزلتش بقالي اسبوع ولا كلمه جديده ولا phrasal verb جديد، بس ده غصب عني، ارجوكم تفهموها. اوكي، في الفيديو النهارده هنعرف 4 صفات مهمين جدا والناس بتتلخبط ما بينهم. اوكي، ال4 صفات دول ممكن يكونوا موجودين في اسرتك، يكون موجودين بين صحابك، بين زمايلك، اتعرف عليهم واستخدمهم. وهما هتلاقي واحد بخيل، هتلاقي واحد فيهم حريص اقتصادي بياخد باله بيحط فلوسه فين، هتلاقي واحد كريم، هتلاقي واحد كريم قوي ببذخ بقى عمال شحن وشبرقة. اوكي ال4 اشخاص دول بنقول عليهم ايه بالانجلش؟ اول حاجة البخيل ده بنقول عليه tight fisted. اسمع معايا، tight fisted. كرر tight fisted. your turn. قولها كده. yes, tight fisted. thank you so much. طيب الاقتصادي الحريص اسمه thrifty. thrifty thrifty. can you say it? excellent. طيب الكريم generous. generous generous. can you say it? yeah, alright. الكريم ببذخ، اللي بيدي كتير كتير كتير، اللي هو بيحط جردل المية على الزرعة فتموت. alright بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه over generous. over generous. can you say it? yes. في noun هي مش صفة للكريم ببذخ ده، بنقول عليه an overgiver. an overgiver. تعالى كده احط لك ال4 صفات دول ومعاهم النون في examples. اول حاجة my best friend isn't tight-fisted but she is thrifty. meanwhile I'm generous but my mother is over generous. and sometimes I feel like she is an overgiver. That's it. خلصنا. هتعمل ايه عشان تضمن انك فاهمهم صح؟ هتكتب لي examples في comment وانا هنزل اشوف، لو صح هقول لك برافو عليك، ولو غلط هصححه لك. ما تنساش قبل ما اقفل تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان نوصل لاكبر عدد ممكن. See ya.